السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي تانية ثانوي شعبة العلمي وشعبة الأدبي. أهلا بكم نكمل مع بعضنا إن شاء الله الدرس الثاني من الوحدة الأولى، طبعا اللي بتتكلم عن الحضارة العربية طبعا قبل الإسلام ثم ظهور طبعا الإسلام. طبعا الدرس طبعا عندنا درس تاني جميل وشيق جدا جدا جدا. الدرس الأولاني اتكلمنا فيه حضارة شبه الجزيرة طبعا قبل الإسلام، وعرفنا عنهم الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الديني، وعرفنا عنهم طبعا الحياة الفكرية عندهم والثقافية، وعرفنا طبعا عنهم الجانب الاجتماعي أو الحياة طبعا الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن الدرس الثاني عندنا اسمه ظهور الإسلام. ظهور الإسلام. قبل بس ما نتكلم عن كيف ظهر الإسلام ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول بس كده مقدمة، هي بس معذرة مش موجودة عندنا هنا لكن موجودة في الكتاب اللي قدامك اللي انت بتذاكر منه. مقدمة طبعا بتقول إن العالم كله كان في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يا مستر العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي؟ بصراحة لو جينا نطبق الكلام على شبه الجزيرة العربية بصفة خاصة، احنا خدنا طبعا في الدرس الأولاني إن شبه الجزيرة العربية بصفة خاصة كانت أحوالها طبعا زي ما انتم عارفين قلنا كده تردي أحوال العرب، كان في تردي في أحوال العرب طبعا قبل الإسلام. قلنا بقى لو انتم فاكرين تردي أحوالهم السياسية، ما كانوش طبعا إيد واحدة. أحوالهم الاقتصادية كان في غني وكان في فقير، ده جانب برضه اجتماعي واقتصادي في نفس الوقت. أحوالهم الفكرية، العلوم ما كانتش متقدمة عندهم إلا في الجانب الشمالي فقط أو الجزء الشمالي اللي هم أقرباء من الفرس أو الروم. فنقدر نقول أحوال العرب في مختلف النواحي كانت متردية، اقتصادي وسياسي واجتماعي وفكري وغير ذلك. غير كده بقى طبعا الجانب الديني، كان طبعا هناك زخم في التخبط الديني، في الوثنية، في الصابئة، في المجوسية، في المسيحية، في اليهودية، في أديان كتير. وطبعا كل ده ما كانش بيشبع الفراغ الروحي طبعا عند العرب في ذلك الوقت في شبه الجزيرة العربية. فكل شبه الجزيرة العربية خاصة الناس اللي كانوا على عبادة الأصنام أو الأوثان كانوا في حاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. تمام. ومن الوحدة طبعا ومن التمزق إلى الوحدة طبعا والقوة كده نبقى مع بعضنا. بصراحة طبعا هي دي طبيعة النفس البشرية يا شباب. طبيعة النفس البشرية تكره ما هو غير صحيح. لما تلاقي كده في بلاد العرب في تفرقة اجتماعية، في طبقات زي ما احنا قلنا أغنياء جدا جدا زي كبار التجار وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة وأصحاب المراعي، تلاقي ناس طبقة دنيا غالبية المجتمع من الخدم والعبيد وغير ذلك. طبيعة النفس البشرية بتكره هذا الأمر، بيبقى نفسها في دين يساوي بين الجميع. طبيعة النفس البشرية بتكره أي دين غير الدين السماوي طبعا. موضوع الصابئة، موضوع المجوسية، موضوع الأصنام والأوثان التي انتشرت كثيرا في بلاد العرب قبل الإسلام، كل ده لا يشبع النفس البشرية. فالناس كلهم في شبه الجزيرة العربية كانوا في حاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الفرقة والتمزق إلى الوحدة. عشان كده كله كان في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة شبه الجزيرة العربية. طيب نبدأ بقى الأول في بعض الملامح من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الملامح دهيت هناخدها جوه في نفس الدرس، الكتاب أشار إلى بعضها لكن هتتعاد جوه، بعضها يتعاد بشيء من التفصيل. بداية كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام 570 كما نعلم، وده القرن السادس الميلادي. القرن السادس الميلادي. إذا شهدت شبه الجزيرة العربية حدثا هاما في القرن السادس الميلادي، أكبر حدث كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المعروف بعام الفيل السنة ديت، النبي صلى الله عليه وسلم كان أعز الناس نسبا وصهرا. بعض الناس يقول لك ده الرسول كان من أسرة فقيرة وغير ذلك، لا طبعا الكلام ده مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم بني عبد المطلب، كانوا من أكبر عائلات قريش. عشان كده الكتاب بيقول كان من أعز الناس نسبا وصهرا. لكن موضوع بقى إن أهله زي أبو لهب عمه كذبوا في الدعوة ده موضوع تاني. لكن عائلة الرسول كانت عائلة لها مكانتها طبعا في قريش زي ما احنا عارفين او الكتاب بيقول لنا. امر الثاني، واجه النبي صلى الله عليه وسلم عديدا من الصعوبات. بص يا باشا، اول حاجه وانه ولد يتيما كما نعلم، وابوه طبعا كان في رحله الى المدينه ومات في المدينه ودفن في المدينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في بطن ده رقم واحد. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ارسلته امه كما نعلم امنه بنت وهب الى مرضعه من ديار بني سعد.
خلاص، قبيلة كده بعيدة عن مكة شوية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب اتحرم إنه أمه ترضعه وتحضنه وتطبطب عليه وتنيمه وتصحيه كده وتأكله، هو لسه طفل طبعا. 4 سنوات الأولى طبعا من حياته قضاها النبي في ديار طبعا بني سعد، وده كمان صعوبة واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. صعوبة كمان، ماتت أمه وهو طبعا في السادسة من عمره كما نعلم، فكفله طبعا مين؟ جده عبد المطلب. وطبعا جده عبد المطلب قعد معاه طبعا لغاية سن 8 من عمره ثم مات، وبعد ما مات طبعا كفله طبعا مين؟ عمه أبو طالب. تمام. وطبعا عمه ابو طالب تنى معاه لغايه طبعا ما بعث نبيا، وبدأ طبعا يعني يدافع عنه احيانا في الدعوه زي ما نعرف ان شاء الله قدام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجه ولد يتيما. الامر الثاني ان هو طبعا ذهب الى يعني ديار بني سعد، ارضعته السيده حليمه كما نعلم، كلنا عارفين طبعا الموضوع ده. الامر اللي بعد كده ماتت امه وهو في سن طبعا السادسه من عمره، كفله طبعا جده حبيبه طبعا عبد المطلب. وبعد ما مات طبعا جده عبد المطلب كفله طبعا مين؟ عمه طبعا ابو طالب. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم يعني واجه صعوبات كثيره طبعا في الدعوه. اما بس قبل ما نروح للدعوه برضو كمان لم يرضى ان يكون عبئا على عمه. عمه ابو طالب ما رضيش يبقى عبء عليه يقعد في البيت وعمه ياكله ويشربه، لا، وهو صغير السن خرج ليرعى الاغنام. خرج ليرعى الاغنام. وزي ما تقول كده ربنا سبحانه وتعالى يا شباب كان بيعده، كان بيجهزه للدعوه. اصل طبعا رعي الاغنام ده هو مش حرفه، ما هيش سهله. لا ممكن نبص لها انها حرفه حقيره، لا ده شغال مثلا محافظ، ده مدير امن، ده لواء، ده مش عارف مهندس، ده دكتور، ده كذا ده كذا، ونبص لراعي الغنم ده هو ان هو طبعا حرفه اي كلام. لكن حرفه راعي الغنم سبحان الله ربنا اختارها للرسول صلى الله عليه وسلم لانها حرفه بتثبت في الانسان طبعا اخلاق جميله جدا يحتاجها النبي. زي تعلم منها عد عندك الرأفة. تمام. انا اكون حنين واتعامل كويس مع الشخص اللي قدامي، ما اكونش غليظ القلب. وطبعا الرسول اصلا هيقابل ناس كتير في الدعوه محتاجين فعلا هذا الخلق. وكذلك العطف، وكذلك لين الطبع. طبعا الرأفة والعطف طبعا ربنا مدحه في القرآن وقال على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. احيانا كثير من الصحابه كان بيخطأ وكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيبقى رؤوف بيه ويسأله المشكله دي حصل ازاي ويعالجها عليه الصلاه والسلام طبعا بحكمه. تعلم ذلك من حرفه طبعا الرعي، الرأفة والعطف. شافها بقى من الرأفة والعطف ازاي؟ شافها من الحيوانات وهي ماشيه، النعجه الصغيره اولادها الصغيرين، شاف قد ايه هي طبعا حنينه على بنتها. طبعا الاغنام بتمشي احيانا في الحر، تمشي مثلا في الشمس، يشوف قد ايه النعجه او الصغيره دهيت حريصه على ابنها انها تاخدها تحت منه في الظل، ما تتعرضش لاشعه الشمس. ايوه اتعلم كده، شاف المناظر دي قدامه كتير وكررت طبعا كتير. اما لين الطبع يعني ايه يا استاذ محمد؟ حرفة الرعي بيكون فين؟ في البادية، في الصحراء، بعيدا عن المناطق السكنية. طب انت لو قابلك موجة حر تعمل ايه؟ ترجع البيت؟ ما ينفعش ترجع البيت. طب لو رجعت البيت الاغنام اللي معاك او الماعز اللي معاك تاكل منين؟ لازم تخليك زي ما انت. طب لو قابلك موجة صقيع، موجة برد، لازم تخليك زي ما انت. هي سبحان الله ما ينفعش ترجع. انا ممكن لو انا مدرس الجو مثلا مش كويس، مش رايح الشغل النهارده، الدكتور مش رايح الشغل النهارده، الجو حر قوي، الجو برد قوي، اما راعي الاغنام لازم اطلع غصب عني. اعمل ايه؟ لانه قعدت في البيت الاغنام طبعا هتموت من الجوع. فعشان كده تعلم رسول الله لين الطبع. لازم الواحد يكون لين ويصبر شويه، لان اصلا هيقابله في الدعوه بقى مشاكل من اول الدعوه. عشان كده ربنا قال له يا ايها المدثر قم فانذر الى اخر الايات. وبعد كده قال له ولربك فاصبر. خلي بالك طويل، خلي بالك طويل دي بقى اتعلمها ده من حرفه راعي الاغنام. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كده يعني مرتاحش من ساعة ما اتولد، شاف صعوبات كتير. ولد يتيما، راح أرضعته واحدة امرأة من ديار بني سعد، أمه ماتت، جده مات على طول ما كملش، عمه كمل معاه، اشتغل وهو صغير في حرفة راعي الأغنام. إذا لما يقول لي واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صعوبات، لما يقول لك كده واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني عدة صعوبات بدأت منذ، يا ترى أقول مولده ولا طفولته ولا مثلا في شبابه ولا
منذ دعوته واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صعوبات. بدأت من إيه؟ أولا هو منذ مولده واجه صعوبة. إيه هي يا أستاذ محمد؟ أهو ولد يتيما، ده كفاية دي بس عليه. اتولد ما ملوش أب، طبعا ده أمر صعب على الإنسان، مش سهل يعني. الأمر الثاني واجه صعوبات في طفولته، إن أرضعته امرأة من فيه، يعني من بادية بني سعد أو من ديار بني سعد، قبيلة كده بعيد عن مكة شوية. كذلك في شبابه طبعا واجه النبي صعوبات، انه طبعا رعاء الغنم. وفي طفولته ايضا طبعا ارضعته السيده حليمه زي ما احنا قلنا. اما في الدعوه طبعا واجه صعوبات كتير جدا جدا. قريش طبعا عندوه وكذبوه. كفايه بس ان اول من يعني ترصد له بالعداء كان عمه طبعا عبد العزة بن عبد المطلب. اذا واجه رسول الله عده صعوبات. اذا بدات نخلي بالنا منذ مولده انه ولد يتيما. طيب في شبابه خرج في رحلات تجارية طبعا إلى بلاد الشام، وكلنا نعرف أنه كان أصلا بيشتغل بالتجارة إلى السيدة خديجة، مع السيدة خديجة، ولما أعجبت به تزوجته نظرا لأمانته. اللي يهمني بقى لما راح إلى بلاد الشام تعلم منها المسؤولية. ماشي، أيوة طبعا معاه تجارة مثلا ب50 60 ألف دينار، ماشي، بضائع بقى كتير وجمال وغير ذلك، عشان يعني يتابع القافله من اولها لاخرها، وده انباع بكام وده كام وكام وده ما يسرقش منه وده كذا. طبعا مسؤوليه. وتعلم طرق التعامل طبعا مع مين؟ مع الناس. انا بس عاوز يعني اقول لك حاجه، ان عندنا اكتر حرفه تخلي الانسان يعرف فعلا اخلاق الناس هي التجاره. ممكن جارك مثلا بيبتسم لبعضنا، سين في الشارع تعامل معاه، واحد صاحبك مش عارف مكان ممكن نكون المعاملات بتاعتنا كلها جميله مع بعضنا اجتماعيا، لكن اللي يعرفك فعلا اخلاق الناس فعلا حقيقيه لما تيجي تتعامل معاه ماليا. تيجي تتعامل معاه ماليا بيبين طبعا طبع كل انسان. ساعات يبقى انسان جميل جدا جدا في الحياه قدامنا، لكن معاملاته الماليه صعبه جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من التجاره في بلاد الشام المسؤوليه، تعلم طرق التعامل مع الناس ومعرفه اخلاقهم. اتفقنا؟ اذا الرسول بعد كده فعلا يعني ربط فيه كيف يتعامل مع الناس، وده مدخله ازاي وده مدخله ازاي وده مدخله ازاي، لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى كل ده بيعده للدعوه، اوعى تنسى. إذا في شبابه تاني خرج في رحلات تجارية إلى بلاد الشام، تمام، فتعلم منها، عد عندك المسؤولية رقم 1، معرفة أخلاق الناس وكيفية طبعا التعامل معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عاجبه الوضع اللي في مكة، إن كله طبعا متجه إلى عبادة الأصنام والأوثان. فطرته بتقول له إن هذا الكون له خالق غير الأصنام والأوثان اللي هي حول الكعبة دي. فكان بيذهب لمكان بعيد في اسمه غار حراء. غار حراء بس معلومة لحضرتك كده، هو على بعد من مكة حوالي 5 كيلو. يعني المنظر ده لو قلنا مثلا هنا مكة كده طبعا غار حراء على جبل، ماشي، وكان يعني الجبل ده صعب جدا جدا في صعوده. الرسول كان في القمة هنا غار حراء كان في القمة ده. يعني لما تروح في المكان ده لما تطلعوا يعني مكة بتشوف جبال مكة حواليك كلها، وتحس كده منك للسماء على طول. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا هو اللي هداه لهذا المكان. ماشي، حته بالنسبه لنا كده يقول لك حته مقطوعه، دي حقيقه فعلا يعني. كان بيروح المكان ده وكان يطلع فوق، ماشي، وصعوده بياخد وقت. الجبل يجي اكتر من 800 متر، الصعود صعب والنزول كمان صعب. المهم كان بيذهب للتعبد والتامل والتفكر. وطبعا يعني مش عاجبه الوضع اللي في مكه، فيعني زي ما بيقول يا رب دلني على خالق هذا الكون، واستمر على ذلك زي ما احنا عارفين حتى نزل عليه الوحي، وهو طبعا في سن ال40 من عمره، سيدنا طبعا جبريل، ونزل عليه طبعا بالقرآن الكريم. تمام. اذا موضوع غار حراء ده برضه هيتعاد بعد شويتين. لكن طبعا اللي انا عاوز اقول لك عليه ان هو كان بيروح هناك للتعبد والتفكر والتامل، يعني مش عاجبه الاوضاع اللي جوه مكه اللي احنا خدناها طبعا في الدرس الاولاني، عباده الاصنام والاوثان والكلام ده كله. بعد كده سرية الدعوة. طبعا لما نزل عليه طبعا سيدنا جبريل بالدعوة، عرف انه يبقى نبي ازاي، هنعرفه بعد شوية دلوقتي. فطبعا بدأ يجتمع بالمسلمين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طبعا احد الصحابه اللي اسلموا، وكان بيته بعيد بره مكه. الرسول كان بيدعو سرا، اكيد خايف من قريش، لان قريش اكيد طبعا مش هيجيبها طبعا هذا الدين. طيب بيعملوا في دار الارقم ابن ابي الارقم؟ يتلو عليهم ما ينزل عليهم من القران. الحاجه الثانيه ويعلمهم احكام الاسلام وشرائعه.
احكام الاسلام، نصلي ازاي، الصلاه كم ركعه، ماشي، نقول ايه في الركوع، نقول ايه في السجود، امتى الصلاه يبقى فيها مثلا تبقى باطله كده، يعني لو حصل نتوضى ازاي. كل ده الرسول كان بيعلمه للصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم. اذا دار الارقم دي كانت تعتبر مركز تعليمي. مركز ايه يا شباب؟ تعليمي، لكن تعليم ايه؟ دين. يعلمهم اولا، يتلو عليهم ما ينزل عليهم من القران، ثم يعلمهم احكام الاسلام وشرائعه. عشان كده بس بنقول مركز تعليمي، لان هتتشابه مع حاجه هناخدها في مسجد طبعا المدينه بعد الهجره. بعد كده عندنا الجهر بالدعوه، فتره من الوقت، وبعد كده 3 سنين انتهم، فربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه يلا اجهر بالدعوه، وامر الرسول بان ينذر عشيرته الاقربين. فوقف على جبل الصفا. جبل الصفا ده اللي هو جنب الكعبه، اللي احنا بنروح هناك في العمر او الحج، بنقول لك السعي بين الصفا والمروه. طبعا هو بقى صغير دلوقتي وسايبين بس منه اثر. وطلع الرسول على جبل الصفا ونادى طبعا قريش ونادى اهله، تمام، واخبرهم انه طبعا ودعاهم الى الى الاسلام وترك عباده الاوثان. يا معشر قريش، يا بني عبد الدار، يا بني عبد المطلب، بدأ يتجمعوا كلهم وقال لهم فيما معنى الكلام، يعني حتة كده بس بره الكتاب تبقى فهمها. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عدوا ستغير عليكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ بيقول لهم لو أنا قلت لكم في عدو جاي دلوقتي هيجي لكم من ورا الجبل ده، صدقوني؟ قالوا نعم نصدقه، أنت الصادق الأمين وما عهدنا عليك كذبا قط. قال لهم فإني رسول الله إليكم. فهموها على طول. قريش كانوا أذكياء. رسول الله إليكم يعني أنا نبي هيوحى إلي من السماء، وهنعبد ربنا زي الديانات السماوية، سيدنا موسى اليهودية وسيدنا عيسى المسيحية وغير ذلك، ويعني هتسيبوا اللي في إيديكم عبادة الأصنام والأوثان والكلام ده كله. فطبعا كان ردهم بعد كده طبعا هنعرفه. بعد كده لما عارضوا النبي طبعا في الدعوة، بدأ النبي يبحث عن مكان آخر للدعوة. أول حاجة هاجر بعض المسلمون إلى الحبشة، تمام، وهو نفسه هاجر إلى الطائف، ثم بعد ذلك الهجرة إلى يثرب. العامل المشترك يا شباب بين الهجرة الحبشة والطائف والهجرة إلى يثرب طبعا كان الإيذاء. كان الإيذاء، احنا الصحابة دول بشر، بعضهم يستحمل الإيذاء والتعذيب، بعضهم ما استحملش. فطبعا اللي ما استحملش ده هيكفر، هيرتد، هيرجع الإسلام تاني. فسمح لهم رسول الله بالهجرة طبعا إلى الحبشة، والكلام ده لسه هناخده برضه جوه تاني. ولما ضاقت به الدنيا وبدأ يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمه مات والسيدة خديجة ماتت، راح إلى الطائف. ولما أهل الطائف طردوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الدعوة، ماشي، اشتد إيذاء قريش بالمسلمين، فجاء الأمر لرسول الله وأصحابه بالهجرة إلى يثرب. بيقول لك اهوت عندما اجتمعت قريش للقضاء على الرسول، القضاء عليه على الرسول هيقتلوه، امره الله عز وجل بالهجره الى يثرب. فخرج طبعا هو وصاحبه ابو بكر طبعا زي ما احنا عارفين الى غار ثور، ومنه طبعا الى يثرب، وده هناخدها بعدين. كل ده بقى اللي خدناه مقدمات. الحاجات اللي هتتعاد جوه زي اولا سريه الدعوه هناخدها قدام ان شاء الله في نفس الحصه حالا. عندنا هناخد الجهر بالدعوه هناخدها بعد شويه ان شاء الله. دلوقتي هناخد طبعا الهجره الى الحبشه، هناخد الهجره الى الطائف، هناخد الهجره الى الى يثرب. تعالوا بقى نشوف كده بسرعه بعض سمات النبي الشخصيه كما يعني ذكرها الكتاب، قبل ما نبدا في موضوع الدعوه. الثلاث سمات دول بس عاوز اقول لك حاجه، يعني دول سمات من سمات النبي، يعني ربنا اداله 3 سمات دول، خلي بالك ان كان دين او ديت او ديت، دول سمات في النبي، ما ينفعش نبي من غير ما فيه ال3 سمات دول. السمه الاولى اولا قدرته على حل المشكلات. اوعى تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم هيأسس دوله، يعني هيقود امه، فلازم يكون فيه هذه السمه. احنا عندنا في ناس في البيوت بيته ما بيعرفش يحل مشكلاته، بيلجأ لغيره يحل المشكله بتاعته، فما بالك لو انا هقود امه، لازم يبقى عندي طبعا السمه دي. طيب عندك دليل؟ ايوه عندي دليل. بيقولوا ان يوما ما قبائل قريش هدموا الكعبه، حبوا يجددوها، فلما هدوا الكعبه وبنوها من جديد اختلفوا في وضع الحجر الاسود، من يضعه في مكانه. طبعا كلنا عارفين ان الحجر الاسود ده قطعه من الجنه، ربنا سبحانه وتعالى كان نزله على سيدنا ابراهيم وهو بيبني بيبني الكعبه،
فهو طبعا من قطعة من الجنة. مين يشيل الحجر الأسود ويحط مكانه؟ كل قبائل مكة كانت عاوزة طبعا تنال هذا الشرف، وكادوا يقتتلون، هينوض بعض، لا ده عاوز يسيبها لده، ولا ده عاوز يسيبها لده، ولا ده عاوز يسيبها لده. فهم بيتكلموا وبيتشاجروا مع بعضهم، واحد قال لهم ايه؟ نحكم أول من يدخل علينا. قالوا خلاص ماشي، أول واحد يخش علينا نقول له يحكم بيننا، احنا عاوزين كذا كذا وانت اللي تحكم بيننا. فطبعا كان اول من يدخل عليهم قدر ربنا كان محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كانش لسه نبي. فلما قالوا له المشكله قال لهم ايه بقى؟ قال لهم هلموا ثوبا. اسمع معايا، قال لهم هلموا ثوبا، يعني هاتولي ثوب، حاجه مثلا زي بطانيه كده كبيره مثلا يعني، وقال لهم هاتوا الحجر الأسود وحطوه على البطانية ديت. وبعد كده قال لهم لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب، كل قبيلة تجيب راجل كده يمسك ايه من طرف ايه البطانية دي. ثم أمرهم أن يرفعوا البطانية لفوق وفيها الحجر الأسود، ثم صعد على حتة كده عالية، حجر عالي، وخد منهم الحجر الأسود وحطه مكانه، ثم بنى عليه، يعني حبك عليه عشان ما يقعش تاني. انت متخيل لو انت عندك كده مثلا ركن كده في الفصل ماشي على ارتفاع مترين، وهنحط الحجر الاسود، واحد طلع على ديسك كده، هو الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على حاجه زي ديسك كده عالي، وقام جاي واخد الحجر الاسود وحط مكانه، تمام، حطه مكانه، وقام جاي محبك عليه بالطين طبعا عشان ايه ما يقعش تاني. اذا حل لهم الرسول مشكله في اقل من دقيقتين اتنين بالظبط، كانت المشكله طبعا ايه انتهت. اذا ده بيأكد ان لديه قدره على حل المشكلات، كان ايجابيا في المجتمع. ماشي، لما نقولها تاني يبقى اختلفت قبائل مين؟ قريش، في من يضع الحجر الاسود في موضعه، حتى اقترح احدهم ان يقبلوا برأي اول من يدخل عليهم البيت الحرام، فوافقوا، فكان النبي. كلهم اول ما شافوه فلما رأوه قالوا هذا الامين قد رضينا به حكما، فلما اخبروه قال هلموا ثوبا. وقال لهم بقى طبعا فأتوه به، فوضع فيه الحجر الأسود، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية، يعني بطرف الثوب، ثم ارفعوا جميعا، فرفعوه حتى إذا بلغوا موضعه أخذه ووضعه بيده، ثم بنى إيه عليه. طيب هنخلي الصفة ده هي بس عشان هنربطها بحاجة إيه جاية دلوقتي. أيضا نصرة المظلوم، دي صفة برضو فيه، مناصرة المظلوم. جاء رجل ليبيع إبلا في مكة، قيل إنه الراجل ده كان من بلاد اليمن، جه يبيع جمال في مكة، اشتراها منه أبو جهل، خد الجمال ومشي وما ادالوش إيه فلوس. طبعا أبو جهل تعامل، طبعا هو من سادة قريش، بلطجة يعني زي ما احنا إيه بنسميها كده إيه أحيانا. الراجل وقف قدام الكعبة ينشد أبياتا من الشعر، خلاصتها يعني إن أنا مظلوم وعابر سبيل وقد غلب علي حقي. مين اللي كان معدي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال له مشكلتك؟ قال له حصل كذا كذا، وحكى له مشكلة مع مين؟ مع أبو جهل. فذهب النبي وأخذ ذلك الرجل إلى بيت أبي الحكم، خلاص. وطبعا أقول لك أهو بص معايا، وقال يا معشر قريش، الرجل واقف قدام الكعبة، من يأتي لي بحقي من أبي الحكم فإني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي. فقام الرسول وذهب معه إلى دار أبي جهل، وقال له أبو جهل أعطي الرجل حقه. فدخل أبو جهل طبعا وجاء بالمال ودفعه للرجل، أي أعطاه للرجل. الرواية ديت لما قريتها في أحد الكتب، يعني أبو جهل يعني إدى المال يعني لمحمد كده خوفا من محمد؟ لا، أبو جهل إدى المال خوفا من الفضيحة. العرب برضو رغم أنهم كانوا يعني بيعملوا حاجات يعني مش صح كتير في عبادة الأصنام والأوثان، لكن كان عندهم برضو صفات كده إيه لحد ما تعتبر كويسة. هو خاف من الفضيحة، لكن يعمل حاجة بينه وبين الراجل ماشي، لكن هو سمعته تتلوث مثلا في مكة، لا طبعا أبو جهل ما كانش إيه يرضى كده. لكن في ناس عندنا النهارده في المجتمع ممكن يسرق وياخد رشاوى ومعروف ومفضوح في كل مكان وان هو بيعمل كذا او كذا. لا، ابو جهل ايه هو عمل غلطه لكن لحق نفسه اول طبعا ما محمد راح له وقال له اعطي الراجل حقه او ماله، فطبعا دخل ودفع المال الى ايه الى صاحبه. اذا مناصره المظلوم. اتعلم، خدت في اولى ثانوي ان بناخد التاريخ عشان ايه نتعلم منه العبر من تاريخ الامم السابقه. اتعلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده قدره على حل المشكلات، اكتسب انت كمان كده، وحاول تكون برضو ايجابي في المكان اللي انت فيه، مع اصحابك، في اسرتك، يعني مع جيرانك كده. اتعلم انك انت ما تشوفش حد قدامك او تشوف واحده قدامك اتظلمت وتسيبيها،
ماشي، حاولي تنصرها بقدر ما تستطيع. اما الصفه بقى الثالثه، رغبتي في التفكير او التامل والتفكير زي ما احنا عارفين وقلناها من شويه لما كان بيروح الى غار حراء. بص عندك اهوت في شمال غرب مكه، قلت لك ليتفكر ويتامل في عظيم قدره الله سبحانه وتعالى، واستمر على ذلك حتى نزل عليه الوحي. وطبعا كلنا عارفين سيدنا جبريل طبعا امره بالقراءه، امره بالقراءة كما نعلم اهو. نزول الوحي طبعا وموقف طبعا السيدة خديجة كان طبعا كما نعلم. طبعا موضوع الوحي كلنا عارفين، وده مش مهم عندنا في الأسئلة في الامتحان. نزل عليه جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، جبريل قال له كده اقرأ يا محمد ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. المهم وقرأ عليه طبعا الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. راح البيت يا جماعة، شوف يعني مرعوب، شاف منظر طبعا ما كانش يتوقع المنظر اللي هو شاف. طبعا احنا بنقول الكلام ده هو يعني اكنه كلام عادي، لا ما كانش كلام عادي. اقول لك بقى الجبل دهوت عشان بس تعرف قد ايه الموقف ده كان صعب جدا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الجبل ده كان في مكان مقطوع عن مكه حوالي 5 كيلو زي ما قلت لك من شويه، تمام. والغار حراء ده هو في قمه الجبل، وتخيل كده سيدنا جبريل ظهر قدامه، ملك يا جماعه من الملائكه. احنا في الروايات بتقول ان سيدنا جبريل كان له 7 أجنحة بينزل بهم، الجناح ما بين السماء والارض، يعني كائن احنا ما نقدرش نتخيل سيدنا جبريل ده كان ازاي. ولما يظهر للنبي مره واحده قدامه في حته مقطوعه فوق الجبل، يعني الرسول حتى لو حب ينزل جري مش يعني حب يجري من قدامه، يجري ازاي؟ ده الجبل يجي 800 متر، والجبل اصلا صعب في النزول كمان. يعني قد ايه كان موقف صعب. الرسول عمال ينزل ومفكر ان جبريل طبعا وراه هيموته هيخطفه هيعمل فيه اي حاجه، فطبعا كان موقف صعب جدا 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 عليه. ولذلك لما ترى في السيره يقول لك رجع الرسول الى السيده خديجه مرتجفا ويقول زملوني يعني غطوني، مرعوب، لان طبعا المنظر فوق الجبل بعيد خلاص، والجبل نزوله صعب، يبقى اكتر من 800 متر، وكمان عشان يروح مكه يجي 4 أو 5 كيلو كمان. كل ده عمال يجري النبي صلى الله عليه وسلم ومرعوب، وكل شويه يبص وراه يشوف الكائن اللي هو شافه ده جاي وراه ولا سابه ولا ايه بالظبط طبعا. فلما ذهب الى السيده خديجه زوجتي الست العاقله الجميله، بيقول مرتجفا خائفا وروى ما حدث. اسمع بقى، شوف الزوجة العاقلة الجميلة قالت له بقى. أول حاجة طمأنته على نفسه وهدأت من روعه. ده أنت طالع يعني سليم. لو واحد عندنا يعني عمل نفس الموقف ورجع ويقول لها لزوجته في كذا كذا كذا، ممكن تقول ده انت جرى لك حاجه، ده انت مش عارف ايه، طب اجيب لك حبايه، طب اجيب لك حقنه منوم، لا يا اخويا انت انسحرت حد عمل لك حاجه. لا، السيده خديجه كانت عاقله، لان ايضا كانت يعني احيانا بتتامل وتتفكر في عظيم قدره الله في هذا الكون. فلما قال لها انا شفت كذا كذا وقال لي كذا كذا اقرا وايات القران، قالت له بقى ده اول موقف للسيده خديجه، طمأنته على نفسه وهدأت من روعه قائلة، قالت له انت بتعمل 5 حاجات اكيد والله لا يخزيك الله ابدا، واكيد اللي انت شفته دوت خير يا محمد. اول حاجة قالت له انك لا تصل الرحم، بتزور قرايبك، بتزور عماته، تمام، بيزور عماته بيزور اعمامه، ما بتقطعش الرحم ابدا مهما حتى كانوا كانوا وحشين. قالت له وتحمل الكل، تمام، وتكسب المعدوم. طبعا تحمل الكل ده اللي هو طبعا الطعام للفقراء والمحتاجين يعني، وتكسب المعدوم بتساعد اللي هو طبعا ما عندوش حاجه خالص، تمام، وتقر الضيف، انت راجل كريم مع الضيف. تعلم صفات النبي. احنا احيانا بيجي الضيف عندنا يقعد بالساعه والاتنين ما نسالش فيه ونسيبه يمشي، وفي الاخر نقول له اقعد والله يشرب شاي هنعمل لك حاجه ساعه مش عارف لا، اكرام الضيف صفه كان في النبي قبل ما يبقى نبي كمان. اما بعد ما بقى نبي، الرسول قال في حديث صحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، تخش الجنه على طول باكرام الضيف. وتعين على نوائب الحق، يعني بتنصف المظلوم، تاني. السيده خديجه قالت له كده، هدأت من نفسه ومن روعه، قالت له طمأنته، اهدى يا محمد والله لا يخزيك الله ابدا، اللي انت شفت دهوت اكيد خير لك يا محمد. ليه؟ انك لتصل الرحم، بتعمل حاجات جميله. اول حاجه صله الارحام، تحمل الكل الطعام للفقراء والمحتاجين، بتساعد اللي هو ما عندوش اي حاجه خالص، المعدوم، الصفر زي ما احنا بنقول. وتقر الضيف وتعين
على نوائب الحق، يعني ايه؟ بتقف جنب المظلوم وتنصفه. ادي اول موقف له. وقام جاي واخداه رقم 2، ولجت الى اهل العلم وليس اهل مين؟ المال. اتعلم، راحت لاهل الخبره، مش راحت للناس الوجه اللي ملهاش لازمه في المجتمع احيانا، لا، اهل الخبره في هذا المجال. وكان طبعا هو ابن عمها ورقه ابن نوفل. قالت له طبعا اللي حصل لزوجها حصل له كذا كذا وكذا. وطبعا ورقه بن نوفل يبدو انه طالما قلنا من اهل العلم كان خبيرا في الاديان السابقه، قال له اللي حصل لك ده اللي نزل على موسى عليه السلام، قال له كده. فبشره ماشي بانه الناموس اللي هي جبريل يعني الذي نزل على موسى. اذا اللي انت شفته وحي، يعني باختصار يا محمد ابشر، انت بقيت نبي من النهارده، نبي ورسول هيوحى اليك طبعا من ايه؟ من السماء. وبعد كده بثت في نفس رسول الله الاستمرار والثبات على الحق. كان كل ما قريش تقعد تشتمه ويطلعوا عليه اشاعات وكذيب، ساحر كذاب وساحر مجنون، كان بيحزن. اوعى تفكر بقى، النبي كان بشر يا جماعه، في الاول وفي الاخر كان بشر، لكن الفرق بينه وبينه كان يوحى اليه طبعا من السماء، فكان بيحزن ويتضايق، لكن هي كانت تطبطب عليه وتواسيه وتقول له لا انت على طريق الحق، اوعى تيأس، اوعى ترجع، وربنا هينصرك. كانت زوجة جميلة فعلا السيدة خديجة. ولذلك هي ماتت في العام 10 من البعثة، يعني بعد 10 سنين من الدعوة ماتت السيدة خديجة. يقول لك الكتاب ايه؟ ظل رسول الله طيلة حياته يذكر فضلها ويترحم عليه. ما نسيهاش. هو عاش بعد السيدة خديجة كم سنة تقريبا؟ قول 14، 3 في مكة و11 فين؟ في المدينة. يقال في الروايات ان السيدة خديجة لما ماتت الرسول صلى الله عليه وسلم راح المدينة طبعا وتزوج من السيدة عائشة في المدينة، وكانت أحب الزوجات إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، لكن ما كانتش بتغير من حد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد السيدة خديجة. تخيل يعني الواحد ممكن أو الواحدة ممكن تغير من الزوجات الموجودين في المدينة معاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانتش بتغير من حد قد السيدة خديجة، لأن دايما كان رسول الله يترحم عليها. اسمعه، كان دايما بيفتكرها، يذكر فضلها ويترحم عليها. ودي نقطة كانت في كثير من المواقف بتضايق السيدة مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاهم أجمعين. إذا ده نقدر نسميه يا شباب حتة العيد الصغيرة دهيت دور السيدة خديجة. دور السيدة خديجة فين؟ في الدعوة. يبقى أول حاجة بعد نزول الوحي طمأنته على نفسه، هدأت من روعه. ماشي؟ طيب مش قادر تحفظ دول العبارات الجميلة دي، ما تحفظهاش، لكن تفهمها على الأقل، لأن ممكن تيجي لك في الامتحان يقول لك إيه؟ من خلال النص المقابل لمقول السيدة خديجة نفهم أن من صفات الرسول كذا. يبقى تفهم يعني إيه؟ يصل الرحم، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعينه على نوائب الحق، ديت يعني بينصف المظلوم دي. تمام؟ أيضا الأمر الثاني لجأت إلى أهل العلم، اتعلم درس مسافة وليس أهل المال. لجأت إلى ورقة بن نوفل ابن عمها فبشرها بأنه هو الناموس الذي نزل على موسى، اللي هو طبعا سيدنا جبريل، ده يبقى أنت نبي. ثم ظلت تبث في نفسه الاستمرار والثبات على الحق. ده كان دور السيدة مين؟ خديجة. ابدأ بقى في مراحل الدعوة الإسلامية. مراحل الدعوة الإسلامية 2. المرحلة المكية رقم 1 ودي 13 سنة زي ما انتم عارفين، ودي طبعا 10 سنوات زي ما احنا عارفين. المرحلة المكية كانت طبعا في مكة، استمرت 13 سنة. تمام. وأهم سمة من سمات المرحلة المكية الاضطهاد. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيذاء والاضطهاد من قريش خلال ال 13 سنة دول. أما الأمر الثاني لما راح للمدينة، طبعا بدأت طبعا ال10 سنوات دول منذ الهجرة وانتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة أهم سمة فيها أنها مرحلة التأسيس لقيام الدولة. يعني ايه يا استاذ؟ يعني الرسول كان جاي بس الدين بتاعه ده لمكة ويثرب؟ لا يا باشا، النبي صلى الله عليه وسلم جاي يأسس دولة الدين الأول فيها الإسلام، والمفروض هذا الدين ينتشر في العالم كله. إذا مسؤولية الدولة اللي الرسول هيأسسها في المدينة تتولى إزاي؟ تنشر وتعرض الإسلام طبعا في العالم كله. اتفقنا؟ يبقى المرحلة المكية 13، دي 10 دي تتسم بالإيذاء والاضطهاد، أما ديت أهم سمة فيها أنها بداية التأسيس للدولة الإسلامية. طيب نبدأ بقى في المرحلة مين؟ مرحلة الدعوة المكية. الدعوة المكية قلنا يا شباب هي 13 سنة، نقسمها جزئين 2. طبعا مرحلة الدعوة السرية اهيت، ومرحلة الدعوة الجهرية قدامنا اهي. نبدأ الأول بالدعوة السرية. كم سنة يا مستر؟ 3 سنوات كما نعلم. 3 سنوات تميزت بالكتمان والسرية. ليه؟
لتجنب أذى قريش. يعني معنى ذلك قريش من البداية موافقة ولا مش هتوافق على الدعوة؟ لا طبعا مش هتوافق على الدعوة أبدا. إذا الرسول لما يبدأ دعوته بالكتمان والسرية، يعني بالكتمان والسرية، يقابل شخص ما زي حضرتك كده، يعرض عليه الإسلام، إن أسلم يبعته إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يروح هناك ويبقى ده سر بينه وبينك، محدش يعرف إنك أنت إيه أسلمت. طب لو ما أسلمتش، العرب كان عندهم ميزة جميلة قوي، خدناها طبعا، الوفاء إيه بالوعد أو بالعهد. يعني أنا هعرض عليك أمر، لو ما أسلمش خلاص تكتم هذا الخبر. وقريش والعرب كان عندهم هذه الميزة إيه جميلة يعني. المهم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الأقربين. الأقربين له قرايبه أو أصحابه أو جيرانه، تمام، الأقربين. وطبعا راحوا دار الأرقم من أبي الأرقم، كانت مركزة لتربية أصحابه، اسمع بقى، وتعليمهم القرآن الكريم كما نعلم. المهم في نهاية المرحلة السرية بلغ عدد الذين أسلموا ماشي ما يزيد عن 60 تقريبا، قول 60، معظمهم من الشباب أو الوجهاء. الناس دول كانوا يمثلون جميع بطون قريش. جميع البطون يعني جميع أطياف الناس. أصل في ناس يقول لك إيه ده اللي دخل الدعوة الغلابة في الأول مع محمد صلى الله عليه وسلم، الغلابة الفقراء. لا يا باش، جميع بطون قريش يعني كل أطياف قريش، وخيرة قومهم، وأكثرهم من الوجهاء والسادة الذين أقبلوا على الإسلام بدافع الإيمان وليس بدافع دنيوي. تعال بص كده على الخريطة أو على الشكل البياني اللي قدامك ده. ادي لو بصيت كده، حتى في بصيت في كتاب اللي معاك، هم كلهم 60، تمام. 31 قدامك اهو من الوجهاء والساده زي ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ناس، ابو عبيده بن الجراح، ناس لها مكانه في قريش، وعثمان بن عفان، ناس لهم مكانه في قريش، مش غلابه او فقراء زي ما بعض الناس ايه بيحبوا يتهموا الدعوه الاسلاميه في البدايه. ايضا من النساء 12، ومن خارج مكه. يعني من خارج مكه يعني ممكن يكون من الطائف، ممكن يكون من يثرب، من خارج ايه، من خارج مكه. الرسول عرض على الاسلام فاسلم في هذه المرحله السريه. 14 من الموالي والعبيد. يا خبر، يعني ال60 دول اكتر ناس من الوجهاء. يعني واضح. وخلي بالك يعني حاجه غريبه، في وجهاء وفي نساء وفي من خارج مكه وفي موالي. يعني لو عاوزين نقول لو الاسلام فعلا في البدايه اللي دخلوا الغلابه، كان العمود ده بقى هو اكتر حاجه 40 او 50 عشان الاسلام ينصفهم ويساوي بينهم بين الساد. لكن حاجه غريبه ان معظم الرسم البياني اللي عندنا اعلى ناس هم طبعا الوجهاء ايه والساده. واضح. يعني لما نقول لك في سؤال مثلا على ما يدل هذا الرسم البياني، على ما يدل هذا الرسم يدل على ايه؟ ان في وجهاء وفي نساء وفي من خارج مكة وفي موالي وعبيد. ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان فعلا اللي انا قلتها لك في اول حصة، تردي احوال العرب قبل الاسلام. ازاي يعني؟ الموالي مظلومين، عبيد فقد حريته، بتعامل يعني اسوأ معاملة. النساء، المرأة ما كانش لها أي قيمة عند العرب قبل الإسلام، وكان أقل من السلع اللي تباع وتشترى، يعني رخيصة المرأة جدا جدا. العرب ما لهاش أي كرامة ولا أي حقوق عندهم. أما السادة والوجهاء اللي هم الكبار، لا مش عاجبهم فطرتهم، مش عاجبهم الوضع اللي احنا فيه، زخم التخبط الديني والروحي والكلام ده كله، وطبعا عبادة الأصنام والأوثان والكلام ده. وبرضه يعني إلى حد ما في سادة وفي عبيد، هو نفس فطرته مش راضي بالوضع ده. إذا الرسم ده هو بيدل على إن فعلا تردي أحوال العرب، ودول أو دول أو دول أو دول، الكل متعلق بهذا الدين الجديد حتى يخلصهم من تلك الشوائب ويقيم دولة نظيفة، بمعنى كلمة إيه؟ نظيفة في كل المجالات. اتفقنا؟ الناس ديت دخل الإسلام بدافع الإيمان ليس بدافع دنيوي. في واحد يجري ورا واحد بدافع دنيوي، لا 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 لا. يعني شو كده زي الفترة اللي احنا فيها ده، مثلا المرشحين، تلاقي واحد يجري ورا واحد مرشح عشان لما ينجح يشغل له ابنه، يشغله مش عارف ايه، يلتمس منه ايه، يلتمس منه مصلحة. لكن دول لا، دول لا، دول دخلوا الإيمان فعلا، عندهم قناعة هذا الدين دين صحيح، واللي احنا بنعيشه ده في مكة ده قرف.
إذا لازم نخلص من هذا القرف ونخش هذا الدين حتى طبعا نعيش حياة طبعا عيشة كريمة. تاني، يبقى الناس دول أقبلوا على هذا الدين بدافع الإيمان وليس بدافع دنيوي، يعني مش عاوزين مصلحة من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دي مرحلة الدعوة السرية. يبقى كم سنة؟ 3. تمام. اختار رسول الله أو بدأ الدعوة فيها بالأقربين منه سواء قرايبه أو جيرانه أو أصحابه. الأمر الثاني، بلغ عدد الذين أسلموا 60، وكان يرسلهم إلى طبعا دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتعلمون فيها أصول الإسلام وشرائعه زي ما قلنا طبعا من شوية. ال60 دول الجميل فيهم إنهم كانوا يشملون جميع بطون مكة. تمام ماشي. وبعد كده طبعا دخلوا الإسلام بدافع الإيمان وليس بدافع دنيوي. أما المرحلة الجهرية، جاء الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهر يا محمد بالدعوة، أنذر عشيرتك الأقربين. طلع بقى على جبل الصفا زي ما قلنا من شوية، يا بني كذا يا بني كذا يا بني عبد المطلب، أهو ماشي، يا بني عبد المطلب، وقال لهم إني رسول الله طبعا إليكم. وخلي بال حضرتك، ثم دعا إليها الناس، اللي هي الدعوة، دعا إليها الناس على اختلاف القبائل والبلدان وتتبعهم في الأندية، اسمع التجمعات بتاعتهم، المحافل اللي هي الأفراح، المواسم زي موسم الحج، كذلك الأسواق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الناس بعد ما أعلن الدعوة بتاعته وجهر بها في مكة في مرحلة الدعوة الجاهرية، كان يتبع أساليب بقى الأندية ديت مراكز تجمع الناس، وكذلك المحافل أفراح، وكذلك مناسبات عند العرب ماشي. أما الأسواق طبعا عارفينها زي سوق مجنة قلنا في الأول، وسوق ذي المجاز أو غير ذلك. إذا اتبع رسول الله أساليب أصنفها في حاجة فيهم سياسية يا مستر؟ في حاجة في دول سياسية؟ لا. طيب في حاجة عسكرية؟ لا. طب في حاجة اقتصادية؟ الأسواق تبع أساليب اقتصادية، كان بيروح معهم في السوق، هم كده بيبيعوا يشتروا، يعرض عليهم الإسلام. طيب في حاجة فيهم اجتماعية؟ الأندية، المحافل، المواسم ديت مناسبات عند العرب ماشي، وأفراح عند العرب، وتجمعات عند العرب. إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الجاهرية يا شباب أساليب أصنف دي اقتصادية اللي هي الأسواق، وطبعا المحافل والأندية والمواسم طبعا دي أساليب اجتماعية. المهم ده في مرحلة الدعوة الجاهرية. اللي يهمني بقى في الموضوع موقف قريش. قريش يا باشا في الأول لم تهتم بالدعوة، واعتبرت ان دعوة محمد، اصله قال يا بني عبد المطلب، اعتبرت انها مسألة داخلية، كبر دماغك منه لقرايبه، واكتفت وقوف عبد العزة بن عبد المطلب عمه المشهور بأبي لهب ومقاومته للدعوة هو وأمثاله، مقاومة أمثاله للدعوة، يعني عبد العزة ابن عبد المطلب واللي هو عمه وبعض أمثاله برضه زي الوليد بن المغيرة وغيره، كانوا بيروحوا يا محمد خليك عاقل، بلاش انت بتقول ده، بلاش وبلاش وما ينفعش كده، واحنا ازاي نسيب يعني زي ما ربنا قال في القرآن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني لأنهم بيعبدوا الأصنام والأوثان وهبل واللات والعزة، ازاي نسيب الحاجات دي كلها؟ وكانوا بيروحوا له طبعا باستمرار. قريش اكتفت بذلك الأمر. إذا قريش في البداية موقفها من الدعوة أقدر أقول كان سلبي، لم تهتم، أهو اكتفت بمقاومة عمه ومقاومة أمثاله للدعوة. لكن كل يوم قريش لقت الدعوة بتنتشر شيئا فشيئا، أعلنت قريش معارضتها لهذا الدين واتخذت عدة أساليب لمواجهته. لقت العملية عمالة تكبر كل يوم كل يوم كل يوم، وبدأت طبعا قريش تحارب وتخطط. فين بقى يا أستاذ محمد؟ كلكم عارفين في المكان كان اسمه دار الندوة. مكان كان اسمه طبعا دار الندوة. كل يوم كانوا يجتمعوا عشان يخططوا كيف يواجهون طبعا ذلك الدين. اتبعوا 4 أساليب. أول حاجة حرب الشائعات والأكاذيب، تفاوض والمساومة، الإيذاء والتعذيب، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. طيب نشوف أول أسلوب، حرب الشائعات والأكاذيب. دايما ده حجة الضعيف اللي هو عاوز ينتقم من الشخص اللي قدامه، يطلع عليه كلام مش موجود فيه. قريش قالت كده. قريش رأت ان خير وسيلة لمهاجمة الدعوة هي نشر الشائعات والأكاذيب،
حتى لما صلى الله عليه وسلم هيروح المدينة المنافقين هيعملوا في كده شاعات وأكاذيب، واليهود هيعملوا برضه في كده. تمام؟ طيب والأكاذيب وخططوا جيدا طبعا إيه لهذا طبعا إيه الأمر. إزاي؟ اتهموا النبي بالكذب والسحر والزعامة والشهرة، إن هو بيسعى للاتنين الأخر دول، الزعامة وبيسعى طبعا للشهرة والكذب والسحر، وطبعا ده كل ده ذكر في القرآن. والجنون كمان قالوا عليه مجنون، ساحر كذاب وساحر مجنون ومسرف مرتاب، وقالوا كتير جدا جدا في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى برضه هو بشر عشان تبقوا عارفين، ما كانش كان بيزعل وكان بيشيل في نفسه. ربنا قال كده في سورة الأنعام: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الرسول كان بيحزن، لكن ربنا كان بيسر عنه يقول له فإنهم لا يكذبونك، ما تخافش يا محمد، هم بس بيقولوا كده لكن عارفين انك انت صح، لكن هم اللي بيعندوا ايه؟ بيعندوا نفسهم. الحاجات ديت كانت بتسري على قلب النبي كده وتخليه ايه؟ يقدر يواصل طبعا ايه؟ الدعوة. قالوا بقى كذاب وقالوا ساحر وقالوا انت بتعمل كده عشان تبقى زعيم لنا يا محمد وعاوز تتشهر في شبه الجزيره العربيه، كل ده قالوا عليه. وكانوا يختارون حاجتين بقى، ده السؤال بتاعنا، اختاروا الوقت والمكان المناسبين. الوقت بتاعهم موسم الحج، والمكان طبعا فين؟ في مكه. اشمعنى موسم الحج؟ عشان في ناس كتير بتيجي من كل شبه الجزيره ايه العربيه، تمام، بيجوا في مكه. تلاقي بقى مكه مثلا لها 4 مداخل او 5 مداخل. وفد من قريش واقف في الناحيه دي، ودي الناحيه دي اللي جاي من الشام واللي جايين طبعا من اليمن واللي جايين من عمان واللي جايين مثلا من الخليج واللي جاي من مثلا من مثلا العراق. اي حد جاي من اي مكان، مدخل مكه كده لها مداخل يستنوهم، ولهم خلي بالكم ده في راجل جوه اسمه محمد بيدعو الى دين جديد، بيقول كذا كذا كذا، هذا الدين ده راجل ساحر، ده كذاب، ده ياتي بدين جديد يفرق بين المرء وزوجه. يعني ساعات تلاقي الراجل كافر ومراته ايه معاه، او الراجل على ديننا ومراته على دينه، او العكس الراجل على دين محمد ومراته مثلا على دين ابائها واجدادها، زي سيدنا ابو بكر بالمناسبه. يعني سيدنا ابو بكر، ومن هو ابو بكر من طبعا المبكرين في دخول الاسلام، لكن زوجته ظلت فتره طويله طبعا على دين ايه ابائها واجدادها ولم تسلم ايه زوجة سيدنا ابو بكر. دي حاجه معلومه يمكن يعني ناس كتير طبعا ما تعرفهاش، ومعلومه غريبه بالنسبه لنا ان ابو بكر اللي هو ابو بكر اول واحد هيخش الجنه يوم القيامه، مراته ظلت على فتره طويله طبعا من الوقت على دين ايه؟ على دين الكفر يعني. فقعدوا يقولوا كده انه يفرق بين المرء وزوجه ويكلموا الناس عشان يعني يبعدوا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا طبعا بيتفقون في القول والفعل، يقول لك ايه النهارده كلنا نتكلم كلام واحد، مثلا انه ساحر، بكره انه كذاب، السنه الجايه انه كذا، ماشي يعني كده اتفاق في القول والفعل حتى تؤتي ثماره. وكانوا بيختاروا الشخصيات ذات التأثير بقى، مش أي حد اللي هو لبق في اللغة العربية اللي يستطيع يقنع الشخص اللي قدامه، واحد كلامه منظم زي أبو لهب طبعا عمه. وطبعا الكلام لما يجي من عمه تبقى مصيبة، يعني اللي بيتكلم على ابن أخوه وبيفضحه وبيعارضه هو عمه. في الحالة ديت ممكن تصدق، ممكن واحد يقول لك ده عمه يا عم اللي بيقول، وفي اكتر من كده، ده لو هو كان صح اصلا كان ايه عمه طبعا وايه وقف جنبه. والامر الثاني طبعا الوليد بن المغيره، وده كان ذواق للغه العربيه، الراجل ده ذواق بمعنى ذواق للغه ايه العربيه، لدرجه انه كان في بعض الاحيان بيذهب بالليل يستمع الى القران من النبي صلى الله عليه وسلم بس من غير ما حد ايه يشوفه ولا يعرف هذا ايه هذا الخبر. الاثنين دول كانوا من اكبر ساده قريش وكانوا يستهزئوا بالنبي واصحابه. تاني يبقى اول اسلوب اتبعته قريش حرب الشائعات والاكاذيب، دي المعلومه المهمه وهناخدها كوجه شبه مع المنافقين واليهود في المدينه في درس اسمه الاخطار، الدرس اللي بعد اللي جاي. الامر الثاني انهم اختاروا موسم الحج بالذات وفي مكه لكثره اعداد الحجاج او اعداد العرب القادمين من كل مكان في شبه الجزيره العربيه. ادي الاسلوب الاول. طبعا الاسلوب الثاني هو لازم تفهم حاجة، لما نلجأ للأسلوب الثاني يبقى الأول فشل. لما نلجأ للأسلوب الثاني التفاوض والمساومة دهوت يبقى الأول ما نفعش. وأنا قلت لك ما نفعش ليه؟ الرسول لم يتقاعد عن الدعوة لأن ربنا دايما كان بيسر إيه عنه، كان بيسر عنه وكان إيه بيقوله، فلا زي ما يعني بيطيب خاطره زي ما ربنا كده قال له في سورة ياسين كلكم حافظينها: فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك إيه قولهم، تأثرش بهم يا محمد إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. التفاوض طبعا مر بمرحلتين اتنين، في تفاوض غير مباشر وفي تفاوض مباشر. الغير مباشر قررت قريش أن يذهبوا إلى أبي طالب عمه
اعتقادا منهم أنه قادر على أن يثني عن دعوته. مفيش حد أكتر من كده، عمه أو باعتقاد أنه له تأثير على الرسول وقادر على أن يثنيه، يعني يبعده عن هدف اللي هو الدعوة. ولكن الرسول طبعا رفض وظل ثابتا على دينه. تاني، يبقى السؤال بس هنا، قررت قريش التفاوض مع عمه ليه؟ بس لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبه طبعا، عمه هو اللي بيرعاه وهو اللي كان طبعا بيأمنه من قريش، أو اعتقادا أنه له تأثير عليه وقادر على أن يثنيه. يبقى ما نقولش إن أبو طالب قريش اختارته عشان مكانته السياسية، لا أبدا، ما كانش له نفوذ في مكة ولا حاجة، ولا مكانته الاقتصادية أبدا، ولا مكانته الدينية، ده كان على دين الكفر لسه. إذا مكانته الاجتماعية عند مين؟ عند شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وراحت قريش وقالوا بقى العبارة اللي انتوا طبعا عارفينها دي. قالوا ايه؟ يا أبا طالب إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا أو مسجدنا. باختصار يعني، أو معنى الكلام إن هو طبعا بيستهزئ بالآلهة بتاعتنا، ابن أخوك محمد بيستهزئ بالآلهة بتاعتنا، اللات والعزى والكلام ده كله، فانهاه عنا، خليه يسيب اللي في دماغه ده ومالوش دعوه بالآلهة بتاعتنا دي خالص، ويبطل اللي هو بيدعو إليه الدين الجديد بتاعه ده. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، يعني بتهين الآلهة بتاعتهم، فانتهي عن آذاهم، يعني تبطل اللي انت بتعمله. ده ولاد عمك برضه، قريش ولاد عمنا، وفي ناس من بني هاشم وكده، وفيهم طبعا عمك كمان اللي هو طبعا عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب بيقول فحلق يعني فنظر كده رسول الله إلى السماء، خلاص، وقال لهم ايه؟ ترون هذه الشمس؟ انتوا شايفين الشمس اللي قدامكم دي؟ قالوا نعم أكيد. قال والله ما أنا بأقدر أن أدع هنا يعني أترك. قال لهم، حط لهم حاجة قصاد حاجة، قال لهم لو حد فيكم يستطيع أن يشعل من هذه الشمس شعلة من نار، ساعتها أقدر أسيب الدين بتاعي. تاني يقول لهم والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به، يعني ما أقدرش أسيب الدين بتاعي، زي بالظبط إن في واحد فيكم، أي واحد فيكم ما يقدرش يجيب شعلة من الشمس، طبعا شعلة من النار من الشمس، طبعا ده أمر مستحيل حد يوصل للشمس ويجيب لنا شعلة من النار، دي مستحيلة بالنسبة لكم، وكمان أنا أترك هذا الدين، ده أمر طبعا مستحيل بالنسبة لي. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط، عمر ابن أخي ده ما بيكذب أبدا أبدا، فارجعوا راشدين، ارجعوا بقى فكروا، اقعدوا مع نفسكم. إذا المحاولة اللي قريش بذلتها مع أبو طالب عشان تبعد النبي عن دعوته فشلت، والرسول تمسك بدعوته، وكمان أبو طالب قال لهم خلاص روحوا، ابن أخي ده ما بيكذبش، فارجعوا راشدين، يعني فكروا بقى مع نفسكم. قاموا جايين رايحين لمين بقى؟ لشخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكروا بقى ان هو بقى من بتوع اللي بيعمل الحركتين دول عشان ياخد قرشين ولا بتاع، فعرضوا عليه المال، عرضوا عليه السلطة، وبعضهم قال له كده: يا محمد إذا كنت تريد مالا أعطيناك نصف أموالنا. تخيل، شوف قريش كانت قد إيه قذرة، يعني عاوزة تضحي بأموالها عشان الدين الجميل الجديد ده ما ينتشرش، ويتنهم عايشين في القذارة اللي كانوا عايشين طبعا فيها في مكة، في عاداتهم السيئة، السادة والعبيد والشرب الخمر واللعب الميسر والزنا وأول قرف اللي كانوا فيه ده كله عاوزين يعيشوه، وعرضوا عليه نصف أموالهم، وعرضوا عليه أيضا السلطة، يعني إذا كنت تريد سلطانا ملكناك علينا، تاخد فلوس ونملكك علينا، لكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التفاوض والمساومة مرت على مرحلتين اتنين: تفاوض غير مباشر، وده كان مع عمه أبو طالب وقلنا اختاروا ليه، وتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ورفض في الحالة ديت ورفض في الحالة ديت. إذن المحاولة الثانية فشلت. احنا قلنا طبعا يا جماعة، طالما لجأنا للمحاولة الثالثة أو الأسلوب الثالث دهوت، يبقى الأول والثاني فشل، يبقى حرب الشائعات والأكاذيب لم يتأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم. التفاوض والمساومة برضه فشلت، من كان مع عمه مرة ومعه هو نفسه مرة صلى الله عليه وسلم. فيش بقى قريش بقى قال لك بس أحسن حاجة نتبع بقى أسلوب يعني اتخانقوا بقى واتضايقوا، بدأوا طبعا أسلوب الإيذاء والتعذيب. وطبعا قال لك اهو، بعد ما فشل حرب الشائعات وبعد ما فشلت المفاوضات والمساومات، حاول المشركون النيل من المسلمين، فاتجهوا نحو العبيد والضعفاء. ده في البداية جابوا الغلابة
جابوا سيدنا خباب بن الأرت، جابوا سيدنا خبيب بن عدي، جابوا سيدنا بلال بن رباح تعالوا، وبدأوا طبعا ايه يضطهدوهم في البداية. لكن بعد كده اصلا الإيذاء والتعذيب جابوا الكل. يعني ليه؟ قال لك خاصة بعد انتشار الدعوة، لقوا الدعوة الإسلامية أصلا بدأت تنتشر في مكة كتير. من سارة مكة طبعا الناس الكبار بدأوا يخشوا طبعا ايه مكة، وانضمامهم بعض أشرافها لها. ولقد تعرض الرسول وخيرة الصحابة للإيذاء. أيوة، عشان تبقوا عارفين بس يعني. أولا الكتاب بيقول لي بص يا باشا، احتمل المسلمون ألوانا من العذاب. يعني فعلا ما استحملهاش بشر اللي هم الضعفاء في الأول دول. يعني مثلا سباعة بنت عبد العزة مثلا، واحدة من كبار قريش، كانت بتمسك سيدنا خباب بن الأرت، كان شغال عندها عامل. هي كانت حدادة فاتحة ورشة حدادة، وكانت تنيمه على الأرض وتكتفه وتحط سيخ في النار حتى يحمر ثم تضعه على ظهره. لقوا ألوانا من العذاب لا يحتملها بشر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم آذن لهم بالهجرة إلى إيه؟ الحبشة. قال لهم كده بص معايا، لا هنا خلاص ما عادش لكم ايه مكان طبعا في هذا المكان تقعدوا فيه في مكة، خلاص روحوا فين؟ اذن لهم رسول الله ان يهاجروا الى ايه الحبش. اللي عاوز اقوله الرسول نفسه اتعرض للايذاء وخيرة الصحابه، وكانوا طلعوا مره في مكه قدام الكعبه وكانوا بيرددوا كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعضهم قرأ القران لقوا قريش انقضت عليهم ازاي ما تعرفش من كل مكان. حتى ان الرسول أغشي عليه من كتر الضرب والإيذاء، أغشي عليه هو أو سيدنا أبو بكر الصديق. إذا الأسلوب الثالث اللي قريش اتبعته في مواجهة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه يا شباب الإيذاء والتعذيب. اللي يهمني إن لجأوا لهذا الأسلوب بعد ما فشل الأسلوب الأول، اللي حرب الشائعات والأكاذيب وكذلك التفاوض والمساومة. لجأوا للإيذاء والتعذيب، طبعا بدأ الإيذاء والتعذيب في البداية بالضعفاء والعبيد، ثم اتسع ليستهدف طبعا كل المسلمين، خاصة بعد أن انتشرت الدعوة في مكة ودخلت الدعوة دخل الدعوة طبعا أو انضم للدعوة بعض أشراف مكة. اللي عاوزين نقوله تعرض الرسول وخيرة الصحابة الإيذاء، لكن بصفة عامة لقي المسلمون ألوانا قاسية من العذاب من قريش، لذا اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة. ده الأسلوب التالي بتاع مين؟ قريش. أما بقى الأسلوب الرابع أسلوب المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. قريش في يوم من الأيام باختصار قررت القضاء على الإسلام. قال لك نعمل إيه؟ كل يوم الدعوة عمالة تنتشر، لا تعذيب نافع ولا مفاوضات نافعة ولا حرب شائعات وأكاذيب نافعة. قال لك خلاص نشوف مين رأس المدبر الأمر ده كله، محمد، نقتل محمد وخلاص. أهو يبقى قررت قريش يعني أن كانت تريد إنهاء الإسلام بقتل النبي. أول ما الخبر جه لمين؟ لعمه أبو طالب، جمع بني هاشم عيلته، تعالوا اسمعوا تعالوا ما أقول لكم، وجمعهم قال لهم إن قريشا قررت قتل ابننا محمد. العيلة بقى عيلة بني هاشم، في بني هاشم، بني عبد الدار، بني عبد المناف كده يعني العيلة. هنعمل إيه؟ عاوزين نحمي محمد. ماشي أهو. قال لهم انا عندي في مكان طبعا بره مكه كده ارض خاصه بيه، مكان بتاعه اسمه شعب ابي طالب، وامرهم ان يحموا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب. فوافقوا جميعا. على فكره هيحمي النبي واصحابه. لهم بصوا بقى، قريش هتقتل محمد ابن اخويا وابنكم ابن عيلتنا، هنسكت؟ قالوا لا طبعا هنحميه. الله قال لهم خلاص انا هوديه المكان بتاعي اسمه شعب ابي طالب، هيقعد هناك هو اللي معاه وهنحميهم ونأمنهم. الجميل في الأمر إن بني هاشم مش كلهم كانوا مسلمين، وافقوا جميعا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. المسلم لما يوافق عادي إيمانا وإسلاما، أدافع عن محمد النبي بتاعي صلى الله عليه وسلم. طب والكافر يوافق ليه؟ قال لك حمية وعصبية. فاكرين لما خدنا في الدرس اللي فات ان كان من ضمن صفات العرب السلبيه قبل الاسلام هي العصبيه القبليه، ان ممكن اتعصب القبيله بتاعتي لدرجه ان انا ممكن يعني تقوم حرب بيني وبين قبيله تانية لاتفه الاسباب زي حرب البسوس او حرب الفجار او غير ذلك. العصبيه القبليه ظهرت هنا ايضا، لكن في موقف ايجابي، ان هم كفار بني هاشم
ما رضوش يسيبوا قريش تقتل محمد ابنهم، لا نحميه. وده طبعا موقف ايجابي للعصبيه ايه القبليه، او العصبيه القبليه هنا ظهرت في موقف ايه ايجابي كده. تمام. يبقى بدايه بنقول فكره المقاطعه الاقتصاديه والاجتماعيه سببها يا مستر ان قريشا قررت انهاء الاسلام والقضاء عليه بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. عندما علم ابو طالب بذلك عمه امر بني هاشم أن يحموا النبي في شعب أبي طالب، فوافقوا جميعا مسلمهم وكافرهم. طبعا إما حمية وعصبية زي ما الكتاب كده بيقول، وإما إيمانا وإسلاما. المسلم وافق إيمانا وإسلاما، أما الكافر ده هو وافق حمية وعصبية. خلاص راحوا في الشعب إيه أبي طالب. رد قريش على ذلك التحدي، بقى أنتوا يا بني هاشم تاخدوا محمد مننا وتخبوه؟ طب والله لنوريكم الاسلوب اللي انت عملته دوت، هنخليكم تندموا عليه. عملوا ايه قريش؟ ردت قريش على هذا التحدي باصدار وثيقه لمقاطعه بني هاشم. هنقاطع بني هاشم دول خالص، لا هنبيع منهم ولا نشتري منهم الا بشرط واحد بس، يرجعوا محمد اهو حتى يسلموا رسول الله ليقتلوه. وجابوا ورقه كده وعلقوها، قالوا كده اهوت في جوف الكعبه، يعني جوه الكعبه، وقد جاء فيها. قريش اللي معلقه ايه؟ اللي معلقاه قالوا ايه؟ قطع الطعام عن المحاصرين. الناس اللي في شارع ابي طالب دول اوعى حد يودوا لهم اكل، وهنراقب الطريق بالليل والنهار، واللي يتمسك بيودي اكل الناس ديت هو حر، هنعاقبه عقاب ايه؟ عسير. الامر الثاني لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا تزاوج طبعا ايه منهم. طبعا البند الاول ده بند اقتصادي يا شباب، عشان كده سميناه ايه؟ مقاطعه اقتصاديه. ولا بيع ولا شراء برضه جانب اقتصادي. اما بقى لا زواج ولا تزاوج منهم ده جانب ايه؟ اجتماعي. يبقى المقاطعه شامل بندين اتنين، جانب اقتصادي وجانب اجتماعي. الجانب الاقتصادي يلا قولي معايا كده ايه؟ قطع ايه؟ الطعام عن المحاصرين. اما الجانب الاقتصادي الثاني لا بيع ولا شراء طبعا ايه منهم. اما الجانب الاجتماعي لا زواج ولا تزاوج طبعا ايه منهم. امر طبعا مش سهل ان نقعد في مكان كده في شعب ابي طالب بعيد عن مكه، ولا نبيع ولا نشتري مع اي حد، يعني هنموت من الجوع. اسلوب المقاطعه هنموت من الجوع. تمام. وفعلا ده اللي هو تعرضوا له، واستمر الحصار ده 3 سنين، لم يبقى امام سوى ورق الشجر. كلوا ورق الشجر، وبعضهم كان بيلاقي اي عظمه كده كان ياخدها يغسلها وينشفها في الشمس، ويقعد يطحنها كده باي آلة حاده وياكلها ويسفها كانها زي الدقيق بالظبط. ده من شده الجوع اللي هم طبعا تعرضوا ايه لهم. الكتاب بيقول لي فاكلوه له ورق ايه الشجر وبعض المؤونه من بعض اصهارهم. يعني ايه؟ في ناس كانت في مكه لكن مثلا جوز اخته من ضمن المحاصرين، عصبيه قبليه، كان ممكن يدوا له اكل بالليل، سرقه باي طريقه. ممكن يكون ابن عمي، ممكن يكون اختي من ضمن المحاصرين، ممكن يكون ابويا، انا على دين الكفر لكن ابويا طبعا على دين ايه؟ الاسلام. فيعني ده كان بيشيل معاهم شويه. لكن الاصل المسلمين اشتد بهم الجوع 3 سنين حتى اكلوا ورق الشجر فاكلوه، وسوى بس كمان بعض المؤونه من بعض ايه؟ اصهارهم. صبر المسلمون 3 سنين على هذا الجوع وتلك المقاطعة القذرة التي فرضتها عليهم طبعا ايه؟ قريش، حتى هيأ الله بعض أشراف قريش طبعا التي تربطهم قرابة بني ايه؟ هاشم، فخرجوا طبعا ونقضوا ايه؟ الصحيفة. وواحد اصلا هنعرفه بعد كده، يعني ممكن يقابلنا في امتحان، كان اسمه زهير بن ابي امية. يعني راجل وقف قدام الكعبة وقال يا معشر قريش ما بالنا نأكل ونمرح ونلعب وبني أعمامنا هلك في شعب ابي طالب. يعني ازاي احنا عمالين ناكل ونشرب ومبسوطين ونلعب مع اولادنا وولاد عمنا، يعني هلكه في شعب ابي طالب. عاوز يقول لهم يعني هو علشان خلفونا في الدين نموتهم من الجوع. وهنا طبعا ظهرت عنده العصبيه برضو القبليه اللي ظهرت من شويه. بعض كفار بني هاشم وافقوا على انهم يحموا النبي في شعب ابي طالب. الراجل ده برضو كمان واحد من قريش، صعب عليه برضو ايه؟ بني هاشم، لانهم طبعا جزء مننا من قبيله ايه؟ قريش. وقال لهم لا 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 والله لا اسكت حتى يعني تفض هذه الصحيفه الظالمه، وهو اللي قطعها. وكده المقاطعه قعدت 3 سنين، لكن اللي نقض الصحيفه وقطعها بعض اشراف مين؟ قريش. لكن الشاهد في القصه ان المسلمين صبروا صبرا جميلا في طبعا خلال 3 ايه؟ سنوات. اذا موضوع المقاطعه ايه اللي يهمني فيه؟ الامر الاول ان ظهرت فيها العصبيه القبليه في موقف ايجابي عندما وافق كفار بني هاشم ان يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني الوثيقه كانت تشمل جانبان، الجانب الاول اقتصادي اللي هو قطع الطعام عن المحاصرين وعدم البيع والشراء لهم.
اما الامر التاني اللي بعديه طبعا عدم التزاوج، ده امر طبعا ايه اجتماعي. اللي نقض الصحيفه بعض اشراف مين؟ طبعا قريش. وهذا ان دل على شيء يدل طبعا على ان العصبيه القبليه هنا ظهرت، ولكن طبعا في موقف ايه ايجابي. ده كان الجزء الاول من الدرس. وقبل بقى ما نبدا الجزء الثاني ناخد مع بعضنا ايه شويه اسئله صغيرين كده نطبق ايه عليهم على الجزء اللي احنا طبعا ايه خدنا ده اهو. تمام؟ يعني الاسئله اللي هنختارها دلوقتي هنطبق على اللي احنا شرحناه. احنا شرحنا ايه يا مستر تاني؟ بفكرك اهو. اول حاجه سمات النبي الشخصيه، ماشي، انه لديه قدره على حل المشكلات، مناصره المظلوم، الرغبه في التفكير والتامل طبعا في غار حراء. وبعد كده الدعوه الاسلاميه مر بمرحلتين اتنين، المرحله المكيه ثم المرحله المدنيه. المرحله المكيه انقسمت الى جزئين، مرحله الدعوه السريه لها صفات، والدعوه الجهريه طبعا لها برضو ايه صفات. وان قريش بدات تواجه الاسلام او الدين الاسلامي او الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحله الدعوه الجهريه، واتبع في ذلك 4 اساليب: حرب الشيعات والاكاذيب، كذلك حرب التفاوض والمساومه والايذاء والتعذيب، وكذلك المقاطعه الاقتصاديه والاجتماعيه. تعالوا نقرب كده ايه بعض الاسئله. السؤال الاول بيقول: الخلاف بين القبائل في مكه، ماشي، الخلاف بين القبائل في مكه حول وضع الحجر الاسود يعود لاسباب. لما اختلفوا والرسول دخل وقال لهم هلموا ثبنوا والكلام ده، وحل المشكله وقال لهم ارفعوا الثوب، وخد الحجر الاسود وحط مكانه وحل المشكله. الخلاف بقى من الاول يعود، كل واحد كان عاوز ينال ذلك الشرف وهو اللي يحط الحجر الاسود مكانه. يعود لاسباب سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا دينيه؟ ايه رايك؟ اسميها ايه؟ ينفع سياسي؟ سياسي ده يا جماعه لو حاجه خاصه بالحكم، اقتصادي لو حاجه طبعا هتجيب فلوس، اجتماعي مكانه كبيره، اصل شرف كبير، كله كان يريد ان يحصل على ذلك الشرف. وشبه الجزيره العربيه كلها تقول ايه ده قبيله كذا هي اللي رفعت الحجر الاسود، هم اللي خدوا هذا الشرف طبعا. لكن امر ديني، لا طبعا الحجر الاسود ده اصلا دين سيدنا ابراهيم. لو هم اصلا بيفهموا يعني بتحبوا الحجر الاسود او كده وبتحبوا كعبه كده، امشوا على دين اللي بنى الكعبه ديت اللي هو سيدنا ابراهيم، اللي هي الديانه الحنيفيه زي ما قلنا طبعا الدرس اللي فات. اذا الكل كان يطمع في ذلك الامر رغبه في الحصول على طبعا مكانه ايه اجتماعيه كبيره. سؤال تاني بيقول: تميزت الدعوه الاسلاميه في المرحله المكيه، هل المواجهه ولا الاستقرار ولا التدرج ولا الاستجابه؟ طبعا الرسول لم يواجه في مكة، حتى هناخدها يعني في الحلقة اللي جاية. الرسول لم يواجه. والاستقرار لا طبعا ما استقرتش، الدليل اللي احنا قلناه اشاعات وكذيب وتفاوض وايذاء وتعذيب ومقاطعة، لا لم تستقر. امال يعني يا استاذ محمد كلمة ايه التدرج؟ انها في البداية بدأت مرحلة ايه سرية ثم بعد ذلك جهرية. ايوه ده تدرج، يعني الرسول ما بداش مره واحده دعوه جهريه. في المرحله السريه رب مجموعه وقفوا معاه ثبتوا معاه عشان نقدر في مرحله الدعوه الجهريه نواجه طبعا اعداء قريش. اما الاستجابه لا طبعا قريش يعتبر رفض الدعوه طبعا منذ البدايه. سؤال: استفاد المسلمون من العصبيه القبليه اثناء فتره، يا ترى ده مالناش دعوه بقى. نصره المستضعفين لا لسه هناخدها بعد شويه. طيب الهجره الحبشه برضه لسه ما اخدناش. المقاطعه الاقتصاديه ان واحد من اشراف قريش هو الذي نقض الصحيفه ورفض الظلم الذي وقع طبعا على المسلمين المحاصرين في شعب طبعا ابي طالب. تمام. وفي حاجه كمان برضه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد اسمه ابو طالب عم النبي لما قال لهم امرهم ان يحموا محمد وافقوا جميعا، قلنا مسلم وكافرهم. إذا في موضوع المقاطعة الكفار من بني هاشم وافقوا أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تشابهت المرحلة السرية والجهرية للدعوة منذ بدايتها. هل اختيار دار العلم؟ لا ما عندناش دار العلم، احنا عندنا دار العلم بس في المرحلة السرية اللي طبعا دار الأرقم من أبي الأرقم. الطواف على القبائل لا دي في المرحلة الجهرية. لما قلنا كده بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الناس في البلدان ازاي؟ في المحافل والأسواق والأندية، ماشي يا جماعة. بدأ الرسول يلف وراهم. والمواسم طبعا زي موسم الحج. معارضة قريش لها، أولا دعوة الفرس والروم دي مش نافعانا خالص. صح، إجابة صحيحة. واحد بقى يقول لي يا أستاذ
هي قريش عرضت الإسلام في المرحلة الجهرية من خلال الشائعات والأكاذيب ومن خلال الإيذاء والتعذيب أو التفاوض والمساومة أو المقاطعة. أمال يا مستر هي عرضت في المرحلة السرية؟ أيوة طبعا، الكتاب قال لي كده: المرحلة السرية تتميز بالسرية والكتمان، وذلك لتجنب أذى قريش. أيوة يا باشا، يعني واضح ان الرسول لو كان جهر بالدعوه قريش ما كانتش هتسكت. قريش رفضت الدعوه من البدايه اصلا. تاني، يبقى الدعوه السريه تميزت بالكتمان، وذلك لتجنب اذى قريش. قريش هتعارض الدعوه اصلا، رفضها اصلا من البدايه. عشان كده الرسول بدا ايه؟ بالسر طبعا ايه الاول، وكان طبعا بيدعو ايه؟ الاقربين. طيب بيقول لك ايه؟ ظهر الاختلاف في وصف قريش للرسول، اختلاف يعني تناقض صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعده. في المقاطعة لا، ده هم في المقاطعة عرضوه. طب في التعذيب مسلمين ده بدأوا الأول بالضعفاء والعبيد، وبعد كده يعني خيرة الصحابة نالوا إيه؟ ألوانا من التعذيب أيضا. بث الأكاذيب يعني الشائعات، نكتبها كده اهوت، شائعات. نقدر نقول كده يا جماعة؟ نقدر نقول كده. إزاي؟ قبل البعثة كانوا يطلقون عليه كلكم شاطرين وعارفين الصادق الأمين، لكن مع حرب الشائعات والأكاذيب وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. إذا ده تناقض من قريش، ده تناقض. تاني، يبقى الاختلاف أو التناقض هنا إنهم قبل البعثة كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين، وبعد ما بقى نبي لا 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 ساحر كذاب وإلى آخره. أما ديت ملهاش إيه؟ تناقض عند قريش. معايا؟ ما زلنا برضو في ظهور الإسلام. طيب بص عندك الحتة دي. طبعا قلنا خرج المسلمون أول مرة من مكة إلى الحبشة كان بهدف هل توفير المال؟ لو قلنا طبعا في مرحلة الإيذاء والتعذيب لقي المسلمون ألوانا من التعذيب حتى اضطروا إلى الهجرة الحبشة. توفير المال. طيب تلبية دعوة النجاشي كان قال لهم تعالوا عندي؟ لا. الفرار من بطش قريش تمشي. تدعيم العلاقات السياسية؟ لا طبعا، ما كانش لسه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بدأ في أي علاقات طبعا مين؟ مع طبعا النجاشي طبعا ملك الحبشة. اللي بعده سؤال برضو بيقول وجه الشبه بين المرحلة السرية، وجه الشبه بين المرحلة السرية في الدعوة الإسلامية واستخدام قريش أسلوب الإيذاء والتعذيب، أن كل منهما ماشي يعني اتحد في المرحلة السرية واستخدام قريش أسلوب الإيذاء والتعذيب، كل منهما كان في تدرج ولا في قوة ولا في عنف ولا في انتشار؟ اتفقوا فيه. أظن والله أعلم كلكم عارفين إن القوة والعنف ده كان في مرحلة استخدام قريش أسلوب الإيذاء والتعذيب. تمام؟ انتشار؟ لا طبعا. طب التدرج ده معناه إيه يا أستاذ محمد؟ الرسول في مرحلة الدعوة السرية بدأ بدعوة الأقربين، وهذا تدرج في الدعوة. ما بدأش كده على طول وقف قدام جبل الصفا يا معشر قريش يا بني عبد المطلب وقال لهم ان لا 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 تدرج. الاول بالراحه، هات قرايبك بيحبوك دول يقفوا جنبك الاول، نعمل صف قوي اسلامي، وبعد كده نبدا نخش طبعا فين؟ في موضوع الاسلام بعد كده. ده تدرج. قريش ايضا استخدام اسلوب الايذاء والتعذيب ده جه بعد برضه فشلت محاولتين اتنين. تدرج. لما فشلت حرب الشائعات والاكاذيب، لجأوا للتفاوض والمساومة، ولما فشلت التفاوض والمساومة لجأوا إلى الإيذاء ده، وطبعا الأسلوب الإيذاء والتعذيب. يبقى الأول شائعات ثم تفاوض ثم إيذاء وتعذيب، ما لجأوش للإيذاء والتعذيب على طول. إذا التدرج طبعا إجابة صحيحة. تمام. بعد كده عندنا دول مجموعة كده أسئلة بسيطة على ما نعمل مراجعة على الفصل كله إن شاء الله. وبفكركم برضو إن شاء الله هنعمل امتحان، هنقف قريب ونعمل امتحان برضو على الدرس الأول ونعمل امتحان على الدرس التاني إن شاء الله. إذا ده يعني الجزء الأول من الدرس عشان ما أطولش على حضراتكم. خدنا لغاية المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، عشان بقى وطبقنا عليها بعض أسئلة بسيطة على ما نعمل مراجعة شاملة على الدرس كله لما خلص كله على بعضه إن شاء الله. وننتظر إن شاء الله
الجزء الثاني من الدرس، اللي هو طبعا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم اساليب قريش طبعا في مواجهه الدعوه الاسلاميه. ده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.